شاركت الفنانة زينة رضا متابعيها ستوري جديد لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور الفيديوهات انستجرام. ظهرت فيها بإطلالة جريئة، وظهرت زينة بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، مرتدية فستان باللون الفوشيا الفاقع قصير فوق الركبة مكشوف ونسقت معه الفرو الأسود. زينة من مواليد 4 فبراير عام 1977 في القاهرة عاصمة مصر. ولدت زينة باسم وسام رضا إسماعيل مرسي، وهي ممثلة وعارضة مصرية. دخلت مجال التمثيل منذ عام 1995 ولا زالت مستمرة فيه حتى اليوم. قدمت وشاركت في عشرات الأفلام والمسلسلات، وأبرزها الحياة منتهى اللذة، عفاريت السيالة. والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة هو فيلم الإسكندراني، الذي شهد أولى بطولات الفنان أحمد العوضي بمشاركة كل من حسين فهمي، بيومي فؤاد وغيرهما، والعمل من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف. تعد الفنانة يسرى اللوزي واحدة من أبرز النجمات التي يتمتعن بذوق رفيع وأسلوب فني مميز في اختيار إطلالتهن. في أحدث ظهور لها على منصات السوشيال ميديا خطفت الأنظار بفستان تايجر طويل، حيث أضاءت الأجواء بأناقتها وجمالها الذي لا يخلو من الجراءة. ومن خلال هذه الإطلالة أثبتت يسرى اللوزي مجددا إنها من النجمات التي لا يترددن في اعتماد خيارات فريدة وجريئة تجعلهن دائما في دائرة الضوء. ويبدو أن السوشيال ميديا أصبحت منبرا مثاليا لها لمشاركة لحظات تألقها مع جمهورها ومحبيها. يسرى محمود اللوزي مواليد 8 أغسطس 1985، هي ممثلة مصرية بدأت التمثيل على مسرح الجامعة الأمريكية بالقاهرة حينما كانت طالبة، لكن جاءت فرصتها الأولى للتمثيل في السينما مع ترشيح المخرج الراحل يوسف شاهين لها في بطولة فيلمه اسكندرية نيويورك في عام 2004. سنة تلو الأخرى أصبحت بطلة لعدد كبير من الأفلام، منها قبلات مسروقة بالألوان الطبيعية، هليوبلس، ميكروفون المركب، كما شاركت في بطولة مسلسلات مثل خاص جدا، خطوط حمراء، فيرتيجو، دهشة،